من اكتر الحاجات اللي بتسبب انهيار المودة والحب بين اي اتنين انك تاخد دايما الطرف اللي قدامك ضامن في حياتك. ما تضمنش وجود اللي قدامك وانه دايما بيسامح ودايما بيتغاضى عن زلاتك ودايما هو اللي بيجيب ف... ف... فتفضل انت بقى مش بتدي، تفضل تاخد تاخد تاخد. بس اصل انا ضامن ان هي طيبة وبتسامح على طول، ضامن انها مش هتتقمص قوي، وان حتى لو اتقمصت انا هسامحها. في مقولة مشهورة جدا جدا جدا: don't take me for granted. don't take me for granted. ما تاخدنيش دايما ضامن في حياتك. ما تضمنش صبري دايما، ما تضمنش ان دايما بسامح. احيانا الزوج بيستغل ان زوجته هي اللي دايما على طول بتجيب له، تفضل تجيب في الهدايا، فانا هجيب ليه بقى ما هي بتجيب. هي اللي تسأل دايما دايما دايما، طب انا مشغول مش هسأل، وبعدين هي هتسأل، هي هتتصل دلوقتي. don't take me for granted. ما تاخدش ان دايما اللي قدامك ضامن في حياتك. حتى بين الاصدقاء، انا مش هسأل وهي مش هتزعل، هي اصلا على طول مش بتزعل، هي طيبة، وبعدين كلمتين كده بضحك هتنسى. انا ضامنه ان صديقتي دي طيبة جدا. don't take me for granted. ما تضمنش. لان يا جماعة احنا حتى لو بنسامح ما تستغلش اللي قدامك على طول بيدي، لان العطاء لازم امده بعطاء، لازم يبقى فيه مودة، لازم يبقى فيه اخذ وعطاء. في مثل حلو قوي بيقولك ايه: من خد وعطاء صار المال ماله. دايما خد ودي، اهتم، جاب لي اجيب انا كمان، فيبقى في حصالة من المشاعر. المشاعر كمان ليها حصالة. ادي مشاعر علشان تاخد ده. لازم تسيب رصيد للي قدامك، ما تفضلش تسحب كل رصيده، ما تفضلش دايما شايف ان هو اللي هيدي، هو اللي هيعمل، لانك هتتفاجئ بحاجة هتضايقك جدا. هتتفاجئ ان الحد المعطاء ده فجأة سحب نفسه من حياتك تماما، ما بقاش موجود في حياتك. ايه ده، هو ما سامحنيش؟ هتتفاجئ انت كزوج في لحظة ان الست هتنهار وهتقول لك كل اللي جواها، هتفتكر لك حاجات من قديم الازل. انت يوم الفلاني ما جبتليش هدية، انت اليوم الفلاني عملت. هتتصدم من كتر ما هي قالت كل الكلام ده. الست بتخزن ما بتنساش، بتسامح ما بتنساش، ويوم ما بتبعد. خاف جدا من اللي بيبعد وهو فاهم، مش بيبعد وهو زعلان. بيبعد وهو زعلان سهل قوي نصالحه، لكن لما يفهم ان خلاص هو اخدني ضامن ليه، وان انا خلاص ما بقاش وجودي في حياته مهم، فهتبعد. خليك دايما محبوب، سيب رصيد للي قدامك. اللي بيسأل عليك اسأل عليه دايما، اللي اهتم بيه لانه يستاهل انك تهتم بيه. لكن الحقيقة احنا دايما بنهتم باللي ما بيهتمش بينا، نبقى عايزين نتودد له ونقرب له لان هو ما بيهتمش بينا. اما اللي بيهتم بينا فبنركنه على الجنب لاننا ضامن وجوده. don't take me for granted. ما تضمنش وجودها، ما تضمنش انها دايما بتسامح، ما تضمنش انها دايما هي اللي بتجيب، لانها محتاجة هي كمان يتقال لها كلام حلو، محتاجة هي كمان انك تسأل عليها، محتاجة هي كمان ان يومك كله اللي فيه شغل وتعب حضرتك بتشتغل علشان تساعدها وعلشان تسعد اولادك وبيتك. انت ما بتشتغلش، ايه لازمته الشغل طول اليوم والهدة بتاعت اليوم كله وانا هملها وناسي خالص انها انثى اصلا. مع الوقت هتهملك وهتتفاجئ بردود افعال انت مش متخيلها، هتتفاجئ انها ما بتنساش. don't take me for granted. ما تاخدهاش ضامن في حياتك، وما تاخدهوش ضامن ان هو كمان دايما بيعمل عشانك 1 2 3 وهو هيسامح. لان هيجي يوم مش هتصدقي الصدمة اللي ممكن تشوفيها. ايه ده فجأة انسحب من حياتي وانسحب بلا رجعة لانه سامح كتير جدا.